مفاجأة هزت السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت. الفنانة إيمان الزيدي بتعلن طلاقها رسمياً من حارس مرمى منتخب مصر السابق ونادي الزمالك محمد عبد المنصف زوج الفنانة لقاء الخميسي. استنوا هنا، الخبر مش بس في الطلاق، الصدمة الحقيقية إن الجواز ده استمر 7 سنين كاملة في السر ومن غير ما حد يعرف عنه حاجة. إيمان كتبت بوست مقتضب جدا قالت فيه: أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكتر من 7 سنوات ومن غير أي تفاصيل تانية. الناس بدأت تسأل: إزاي ده حصل؟ وعبد المنصف أصلاً متجوز الفنانة لقاء الخميسي وعايشين حياة مستقرة. والكل كان مستني رد فعل لقاء الخميسي اللي خرجت عن صمتها برسالة غامضة وكتبت: خلقنا لنحب، طوبى لمن امتلأت قلوبهم طهراً فسكن السلام فيها. الغريب إن اللقاء لسه محتفظة بصورها مع عبد المنصف على حسابها وكأن مفيش حاجة حصلت. إيمان الزيدي اللي بدأت مذيعة وبعدها دخلت التمثيل في مسلسل رقم مجهول وفيلم طلق صناعي، قدرت تخبي جوازها 7 سنين كاملة عن عيون الكاميرات. فهل هنشوف رد رسمي من عبد المنصف الساعات الجاية ولا الموضوع هيفضل لغز؟